وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وفي هذه الحلقة نتناول الأدب الإسلامي في العصر الحديث. هذا العصر الحديث والذي جاء بعد غزو نابليون للبلاد العربية تغيرت معاني الأدب الإسلامي إلى أدب علماني وإلى أدب إلحادي وكذا، ولكن في جانب آخر نشأ ما يسمى الأدب الإسلامي في العصر الحديث. ما هو الأدب الإسلامي؟ الأدب الإسلامي وإن كان وجوده من أقدم العصور حتى في العصر النبوي كان أدب فيه إسلام فيه التزام، إلا أنه اشتهر بمذهب أدبي في الخمسينات من القرن التاسع عشر الميلادي إلى الوقت الراهن، هو العصر الذهبي للأدب الإسلامي. تعريف الأدب الإسلامي: إن الأدب الإسلامي هو الأدب الذي وضع لبيان اعتقاد الإسلام وتعاليمه السمحة. كانوا يسوقون الأدب في تعميق واعتقاد الإسلام وسماحة الإسلام بالمعنى الشامل، وهو ما ينبع من روح الإسلام ومبادئه. وهذا مصطلح جديد توجد له عدة تعريفات. يقول الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا: الأدب الإسلامي هو التعبير الفني الهادف عن واقع الحياة والكون والإنسان، عن وجدان الأديب، وتعبيرا ينبع من التصور الإسلامي للخالق عز وجل ومخلوقاته، ولا يجافي القيم الإسلامية. وأما الدكتور مأمون جرار يقول: إن الأدب الإسلامي هو الأدب الذي يقدم التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان، وهناك يجب التركيز على شرط الأدبية والإسلامية معا. ويقول القاصف الإسلامي الأستاذ نعيم الغول: ينبغي الخروج من العفوية في التعريف، ولذلك أقول الأدب الإسلامي هو التعبير الفني الجميل الهادف وفق التصور الإسلامي عن الكون والحياة والإنسان. ومن المهم أن يكون تعبيرا هادفا، أي أنه التزام بالإسلام. إن الأدب الإسلامي هو أدب جديد من جهة وضعه في مناهج الدراسة الأدبية في دور العلم ومعاهده، ونحن لسنا بأول من دعا إلى إقامة مذهب إسلامي في الأدب، وإنما اقتفينا آثار طائفة من أعلام المسلمين وأدبائهم. وقد كان أول من كتب في هذا الموضوع ونبه إليه فضيلة الشيخ أبو الحسن علي الندوي الهندي، وذلك حين اختير عضوا في المجمع العلمي العربي في دمشق، حيث قدم بحثا دعا فيه إلى إقامة الأدب الإسلامي والعناية به. وفي عام 1961 أصدر الأستاذ محمد قطب، هو أخو الأستاذ سيد قطب رحمه الله، كتابه منهج الفن الإسلامي. هذا محمد قطب كتب هذا، وسيد قطب كتب التصوير الفني في القرآن استجابة لدعوة شقيقه ونشرا وتركيزا لفكرته. وفي عام 1963 تقدم الدكتور نجيب الكيلاني، وهو أديب وله روايات قوية جدا في الأدب العربي الإسلامي في الأدب الإسلامي، يقول باسم الإسلامية والمذاهب الأدبية. كتب كتاب سماه الإسلامية والمذاهب الأدبية. وفي عام 1974 جاء الدكتور عماد الدين خليل، كذلك هو أديب بارع وشامخ في الأدب الإسلامي، فخطى خطوة رائدة مقدمة عن الأدب الإسلامي في كتابه في النقد الإسلامي المعاصر.
وهكذا انفتح المجال واسعا. ولتقديم فكرة الشيخ أبو حسن علي الندوي عن الأدب الإسلامي عقد مؤتمر باسم الندوة العالمية للأدب الإسلامي، فهو الخلفية الأصلية والتاريخ الحقيقي لنشوء المذهب الإسلامي في الأدب مثل المذاهب الأدبية الأخرى. وقد عقدت هذه الندوة في دار العلوم، ندوة العلماء بالهند، في عام 1981. حضر فيها مندوبو الجامعات والمراكز العلمية والأدبية من القارة الهندية والبلدان العربية والإسلامية. خصائص الأدب الإسلامي: إن الأدب الإسلامي له صفات بارزة، منها أنه أدب غائي هادف، له غاية وله هدف، ذلك لأن الأديب المسلم لا يجعل الأدب غاية لذاته كما يدعو أصحاب مذهب الفن للفن، وإنما هو وسيلة إلى غاية تتلخص هذه الغاية في ترسيخ الإيمان بالله سبحانه وتعالى في الصدور وتأصيل القيم الفاضلة في النفوس. ثانيا، إنه أدب ملتزم، وليكن التزامنا مغايرا لالتزام الاشتراكيين والوجوديين في العصر الحديث، وهو التزام بالإسلام وقيمه وتصوراته وتقييد بمبادئه ومثله وغاياته. ثالثا، أنه أدب أصيل، وتتجلى هذه الأصالة في التزام الأديب الإسلامي بالأصيل من خصائص الأمة الإسلامية والنقي من صفاتها، وتمحيص أدبه للخالد الباقي من روحها الرفيع الثمين من مزاياها. رابعا، الاستقلال، وذلك حين يتخلص الأديب الإسلامي من تأثير الأدباء الأفذاذ الذين يجذبون إليهم من دونهم جذبا شديدا ويتحكمون في رؤيتهم للأشياء. وهذا الاستقلال يتم بالتصميم من جهة، وبتكوين الشخصية الأدبية الإسلامية من جهة أخرى، بحيث لا يرى الأديب المسلم إلا بعين الإسلام، ولا يسمع إلا بإذنه، ولا يحس إلا بإحساسه. هذا هو الشاعر والأديب المسلم. خامسا، الثبات والرسوخ، فالأدب الإسلامي بسبب كونه يستمد قيمه ومضموناته وتصوراته من الإسلام الثابت الراسخ، فإنه يحتفظ دائما بشخصيته وجنسيته وروحه وتفكيره وذكرياته ماضيه. وإذا تغير فيه شيء على مر العصور فإنما تتغير أثوابه وأشكاله فحسب، أما الأصل يكون باقي. الأخلاقية. سادسا، فالأدب الإسلامي أدب أخلاقي بكل ما تحمل هذه الكلمة من دلالات، ذلك لأن الالتزام الخلقي عند الأديب الإسلامي كعبقريته. سابعا، الإتقان، وذلك لا يتم إلا بتآزر الشكل والمضمون، وعلى هذا فإنه لا يشفع للأدب الرديء عندنا أن يكون موضوعه إسلاميا، فكثير من مدائح الرسول صلى الله عليه وسلم مستبعدة من الأدب الإسلامي، وذلك لأن الأدب الذي نرمي إليه ينبغي أن يجمع إلى سمو الغاية سمو الوسيلة. ثامنا، الوعي، ونريد به أن يعي الأديب الإسلامي ذاته المؤمنة، وأن يشعر شعورا عميقا بالمسؤولية التي ألقاها الله على كاهله، وأن يقدر خطورة الكلمة وشرفها وقيمتها. إذن هذه خصائص الأدب الإسلامي في العصر الحديث. والآن مع نماذج من الشعر الإسلامي في العصر الحديث، ونأخذ قصيدة لشاعر الإسلام محمد إقبال وهو من الهند. وهذه القصيدة قصيدة قوية يدافع فيها عن الإسلام، فيقول في قصيدته: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان آذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار،
لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تغذف نارا وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار من قام يهتف باسم ذاتك قبلنا من كان يدعو الواحد القهار عبدوا تماثيل الصخور وقدسوا من دونك الأحجار والأشجار. هذا يخاطب الله سبحانه وتعالى إنه هؤلاء عبدوا تماثيل والصخور ونحن نعبدك وحدك سبحانك. وعبدوا الكواكب والنجوم جهالة لم يبلغوا من هديها أطوارا هل أعلن التوحيد داع قبلنا وهدى الشعوب إليك والأنظار كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما غاشما جبارا ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار ورؤوسنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وساق الحلي والدينار. هكذا هذه القصيدة يدافع عن التوحيد. من الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة، يعني راية منارة التوحيد. ويصف هؤلاء الأبطال من المسلمين الأوائل كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارة بمعابد الأفرنج كان آذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. الآذان قبل ما تدخل الكتائب يفتح الأمصار. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تغذف نارا وكأن ظل السيف كحديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار من قام يهتف باسم ذاتك قبلنا من كان يدعو الواحد القهار هم عبدوا تماثيل الصخور وقدسوا من دونك الأحجار والأشجار عبدوا الكواكب والنجوم جهالة لم يبلغوا من هديها أوطارا هل أعلن التوحيد داع قبلنا وهدى الشعوب إليك والأنظار كنا نقدم للسيوف صدورنا شجاعة لم نخش يوما غاشما جبارا لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نسب المنايا حولنا أسوارا ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بعد فاصل قصير ونواصل من قطع من حديث عن الأدب الإسلامي في العصر الحديث أو العصر المعاصر. وكنا في آخر كلامنا مع قصيدة محمد إقبال التي كان يتحدث فيها عن التوحيد والإسلام. وأما القصيدة الثالثة فهي للشاعر الإسلامي الشيخ يوسف القرداوي وهي اجتماعية يقول فيها في جمع المسلمين ومحبتهم ووحدتهم يقول مسلمون 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 حيث كان الحق والعدل نكون نرتدي الموت ونأبى أن نهون في سبيل الله ما أحلى المنون نحن صممنا وأقسمنا اليمين أن نعيش ونموت مسلمين مستقيمين على الحق المبين متحدين ضلال المبطلين جاهدين أن يسود المسلمون مسلمون مسلمون مسلمون.
نحن بالإسلام كنا خير معشر، وحكمنا باسمه كسرى وقيصر، وزرعنا العدل في الدنيا فأثمر، ونشرنا في الورى الله أكبر. فاسألوا إن كنتم لا تعلمون، مسلمون مسلمون مسلمون. سائل التاريخ عنا ما وعى، من حمى حق فقير ضيع، من بنى للعلم صرحا أرفع، من أقام الدين والدنيا معا. سائلوه أي يسأل التاريخ سيجيب المسلمون مسلمون مسلمون مسلمون. نحن بالإيمان أحيينا القلوب، نحن بالإسلام حررنا الشعوب، نحن بالقرآن قومنا العيوب، وانطلقنا في الشمال والجنوب، ننشر النور ونمحو كل هون. مسلمون مسلمون مسلمون. نحن بالأخلاق نورنا الحياة، نحن بالتوحيد أعلينا الجباه، نحن بالبتار أدبنا طواه، نحن للحق دعاة ورعاه. ذلكم تاريخنا يا سائلون، مسلمون مسلمون مسلمون. يا أخي في الهند أو في المغرب، أنا منك أنت مني أنت بي، لا تسل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي، إخوة نحن به مؤتلفون، مسلمون مسلمون مسلمون. قم نعد عدل الهداة الراشدين، قم نصل مجد الأبات فاتحين، شقي الناس بدنيا دون دين، فلنعدها رحمة للعالمين، لا تقل كيف، فإنا مسلمون 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 مسلمون. يا أخ الإسلام في كل مكان، قم نفك القيد قد آن الأوان، واسعد الربو واهتف بالأذان، وارفع المصحف دستور الزمان. مسلمون مسلمون مسلمون. هكذا هذه القصيدة تنادي المسلمين أن يتحدوا وأن يكونوا في صف واحد ضد أعدائهم، لا لقبلية ولا لعنصرية ولا لشعوبية، فنحن يجمعنا هذا الإسلام بكل عناصرنا وكل قومياتنا، فيقول مسلمون 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 حيث كان الحق والعدل نكون. نرتدي الموت ونأبى أن نهون، الهوان النهون، نرتدي الموت ونأبى أن نهون، لكن في سبيل الله ما أحلى المنون. نحن صممنا وأقسمنا اليمين أن نعيش ونموت مسلمين، مستقيمين على الحق المبين، متحدين ضلال المبطلين. هكذا متحدين ضلال المبطلين، جاهدين أن يسود المسلمون. نحن بالإسلام كنا خير معشر، ليس بالقبلية وليس بالشعوبية وليس بالعنصرية. نحن بالإسلام كنا خير معشر، وسنظل إذا تمسكنا بالإسلام وبديننا الحنيف سنكون خير معشر، وسنحكم به العالم. وكنا خير معشر، وحكمنا سابقا باسمه كسرى وقيصر، كسرى في الفرس وقيصر في الروم. ولكن زرعنا العدل في الدنيا فأثمر، كانت العدالة للإسلام فأثمرت، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ونشرنا في الورى الله أكبر، في الناس في البشرية. فاسألوا إن كنتم لا تعلمون، من فعل هذا؟ مسلمون مسلمون مسلمون. سائل التاريخ عنا من ما وعى، تاريخ يشهد للإسلام. من حمى حق فقير ضيع، من بنى للعلم صرحا أرفع، من أقام الدين والدنيا معه، الدين والدنيا معه. هكذا. فيقول سائلوه أي أسأل التاريخ سيجيب الذي فعل ذلك المسلمون. نحن بالإيمان أحيينا القلوب، القلوب تحيا بالإيمان والتوحيد.
نحن بالإسلام حررنا الشعوب، نحن بالقرآن قومنا العيوب، وانطلقنا في الشمال والجنوب فاتحين. يعني الإسلام لم ينتصر بحد السيف، إنما انتشر بأخلاق الدعاة والمجاهدين الذين انتشروا في العالم. وما كان السيف والجهاد إلا لمن وقف ضد الإسلام، أما في البداية كانت الدعوة بالأسلوب الحسن والحكمة والموعظة. ذلك قل نحن بالقرآن قومنا العيوب، وانطلقنا في الشمال والجنوب من الكرة الأرضية، وننشر النور ونمحو كل هون. نحن بالأخلاق نورنا الحياة، نحن بالتوحيد أعلينا الجباه، نحن بالبتار أدبنا الطقاه أي السيف. نحن للحق دعاة ورعاة، ذلكم تاريخنا يا سائلون. الذي يسأل عن التاريخ الإسلامي هذا هو تاريخنا، مسلمون. يا أخي في الهند أو في المغرب، يا أخي في الهند، يا أخي في تركيا، يا أخي في أريتريا، يا أخي في إثيوبيا، أخوة الإسلام، يا أخي في الهند أو في المغرب، أنا منك أنت مني أنت بي، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي، إخوة نحن به مؤتلفون، مسلمون. إلى حلقة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربي